السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه أكرم، كان بيحب جدا أسرته وأصحابه. طول الوقت كان بيقضي وقت بيلعب وبيضحك مع أحبابه. أكرم كان ولد ذكي جدا وبيحب يجرب حاجات جديدة، ولما بيتفرج على التلفزيون بيحب يشوف حاجة مفيدة. أكرم كان عايش في البيت مع مامته وباباه وأخته وجده كمان. كان بيحب يقعد مع جده دايما يسمع منه قصص من زمان. وفي يوم بابا جاب لأكرم كمبيوتر جديد يذاكر ويلعب عليه. أكرم كان متحمس له جدا ونفسه يجرب كل حاجة فيه. أخته كمان كانت عاوزة تشوف كل حاجة موجودة وتستخدمها، لكن أكرم أوقات كتير كان بيقعد عليه وقت أطول منها. بس بابا قاله إنه يخلي أخته هي كمان تستخدمه براحتها. لما تحب تتعلم حاجة واجب على أكرم إنه يعرفها. أكرم ساعات كان بيساعد أخته فعلا، لكن مش في كل الأوقات. كان رده عليها دايما إنها صغيرة ومش هتعرف تعمل كل الحاجات. وفي يوم جده راح لأكرم وطلب منه يقوله هو بيعمل إيه. أكرم قال لجده شوية حاجات بسيطة وما كانش مهتم بيه. لما جده قاله يعلمه ازاي يستخدم الكمبيوتر بتاعه، أكرم قعد يعلمه بسرعة، وطريقته خلته يشتت جده انتباهه. جده ساعتها طلب من أكرم يسيب الكمبيوتر ويقعد معاه. أكرم قام وراح لجده في أوضته، وجده قعد يتكلم وياه. قال لأكرم إنه بيحبه جدا وفخور بشطارته وذكائه، لكن في كام حاجة بسيطة أكرم محتاج يحطها في باله. لازم يعرف إنه مش كل الناس تعرف نفس الحاجات اللي هو يعرفها، ولما حد يطلب منه حاجة لازم يساعده لحد ما يتأكد إنه فهمها. ووضح إن في فرق كبير في السن ما بينهم، وده بيأثر كتير، لأن التكنولوجيا اللي أكرم يعرفها جده ما يعرفهاش من وقت كبير. وقاله إنه اتضايق من طريقته معاه، وكمان لما ما ساعدش أخته، ونبهه إنه طالما عنده علم لازم يحاول ينشره ولأي حد يقدمه. وأخيرا قاله لازم يفتكر إنه في يوم من الأيام كان صغير جدا وما كانش يعرف يعمل أي حاجة من غير مساعدة بتتقدم له دايما. وعشان كده سواء حد كبير أو صغير احتاجه لازم يساعده، لأن بمساعدته لغيره هيكون بيتصرف كويس في العلم اللي عنده. أكرم اعتذر لجده وقاله إنه ما كانش يقصد يضايقه أو يزعل أخته، ووعده إنه ما يعملش كده تاني، ولو حد طلب مساعدته هياخد باله. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على